هذا هو طارق وطليقته اللي يقولوا بلي خانته كي دخل الحبس. هي لو كان شافتني مع صديقة تقبل؟ جاوبي. جاوبي. القصة راهي ترند في الجزائر والشعب كامل تفاعل مع طارق وقال بلي هو اللي عنده الحق ومرته اللي غلطة. تبعوا القصة بدات كي جات البرنامج. قالت لهم باللي تعرفت على هذا طارق كان في عمري 18 سنة، هو كان في 23 سنة وتزوجوا صغار، الزواج صغار، وقال باللي كانوا بزاف ماشي قابلين من العائلة تاعهم من العائلة تاعو، وهذا طارق دار المستحيل وسكنها وكان يخدم وكرا لها الدار، وبعد عام جابت معاه طفلة. هي قالت في البرنامج قبل ما يدخل طارق باللي انا نهار اللي كنت راح نولد بنتي طارق ما زاد جبان، من هذاك النهار ما زاد شفته، ولكن الحكاية كذب لانه كي جا طارق برر وفهمهم وكان عنده دلائل تانيك باللي السيد وعنده حتى شهود اللي ما قدرش يجيبهم البرنامج باللي السيد كي ولدت مرته موراها بعام كانت ساكنه معاه وموراها بعام باش راح للحبس وطاح في قضيه قالت لهم كان تاع سهرات ودعاوي الشر ومخدرات، ولكن هو دخل في قضيه اداريه مسكين، يعني ما كانش مجرم، ما كان قتال، ما كان تاع مخدرات، يعني كيما قالوا في برنامج قضيه اداريه. قول باللي ما كانش قايم بيا وما كانش يشري لبنته وما كانش يقضي لها، قال لهم هذا كذب في كذب، انا الدخان نقدر نشريه فما ادراك نوكل بنتي. الصح مده 5 سنين المراه كانت مرتي ما جات زارتني في الحبس ولا جابت لي قفة ولا جابتني شوف بنتي. التبرير تاعها الوحيد كان راني خدامة وكنت خدامة وما نقدرش نجيب لك بنتك، انت علاش ما تحوسش؟ حتى الصحفي وقف مع طارق وقال لها كيفاش هو ما يحوش والسيد في الحبس؟ قالت له امه يكتب لبنته، قال لها بنته عندها عامين و3 سنين كيفاش يكتب لها؟ جيبي له بنته يشوفها، يعني قالها بلي راكي غلطة وما حبش تستعرف بلي راهي غلطة في المدة هذه. وكان راجل هذا طارق حيث قال باللي كاين حاجات ما نحبش نحكيهم ونبقى نسترها بيسك هي مرأة. قال باللي كي كنت في الحبس لحقوني تصور وشفت حاجات باللي المرأة تاعي تتصور مع رجال. هي تقول باللي زملاء عمل وجمعية خيرية وكنت نزور دار العجزة إلى آخره، قالها ولكن كانوا حتى تصاور بالبافات، يعني في وقت الكوفيد وين هو كان مازال عايش معاها ما دخلش للحبس. مور ما وقف معاه الصحفي وقالها حاجه لوجيك، راجلك ما زرتيهش ما ديتي له بنته ما حوستي تشوفيه، قالت له هو يحوس، قالها كيفاش تحوس وهو في الحبس؟ قالت له على الاقل يسقسيني على بنته. المهم غلقت راسها تاع انسان باللي هي الغلطه. الصحفي قالها ما كيش غلطه، قالت له نو، قالها طارق راجلك ماوش يهضر بيان وخايف عليه، قالها بصح انا في بلاصتو نقول لك باللي انا كراجل راكي مزوجه ما عندكش الحق تصوري مع رجال سواء زملاء سواء دي زامي. قالت له ما كان والو، قالها ما تطلبيش سماح على هذه الحاجه، قالت له ما غلطش في حقه. الصحفي قال له باللي اسكو كملت معها شرع؟ طارق يقول باللي عطاو له الخميس والجمعه يديها ويرجع بنته. قال له الصحفي اسكو راح تيتيليزي هاد التصاور باش يعطوك الحضانه تاع بنتك؟ قال لهم على بالي بلي يعطوها لي 100%، ومام المحامي قال له بلي بهاد التصاور وهاد الاشياء يقدروا يعطوا لك بنتك وينحوا الحضانه المره تاعو. قال لهم بصح انا راجل ما نحرمش بنتي من يماها. قال لهم بصح نجيب حقي اللي ظلمتني وانا في الحبس وسوفر على جالها كان صغير تزوج بها 24 كان يسوفري وكاري لها، ولكن ما حمدك ربي كي دخل الحبس. كي زاد تسقسيها الصحفي قال لها شغل وعلاش هادو تصاور ريتو، وراجلها يسقسي فيها اونفاس ليها اللي هو طليقها طارق هذا، تقول له باللي انا كنت مرا وحدي وما عنديش سند. الصحفي وقال لها شغل ما عندكش سبب باش تدافع على روحك، هذه ماشي كلمه، انت مرت راجل ما عندكش الحق تصوري مع رجال. مسكين عنده 20 يوم اللي خرج من الحبس وين راح يولي يخدم ويمد النفقه لمرته. حتى الصحفي قال له نمد لها الشهرين هذوما تاع النفقه لبنتك، واش رايكم؟ واسكو عندها الحق دير ديزامي والسيد كان في الحبس وما حوستش عليه ولا ما عندهاش الحق؟ سلام.